طبعا انت فاكر ان انت لوحدك، في شغل ولا في محل ولا في جيم ولا في اسانسير ولا في اي حاجه زي دي، انت فاكر ان انت لوحدك تماما. غالبا في كاميرا شغاله وراها شاشه، وورا الشاشه دي في بني ادم قاعد بيبص. طيب، كاميرات المراقبه اتعملت علشان الامان، طبعا اتعملت علشان الامان وليها فوائد كتيره جدا، بس مع الانترنت ومع الكاميرات الحديثه دلوقتي سواء في الحجم او في الشكل او في الطريقه، بتسجل صوت وصوره والكلام ده، بقت خطر لو نسينا انها بتسجل وبتخزن معلومات، وممكن تتنقل، او المعلومات دي ممكن تتنقل بشكل او اخر، وممكن كمان تتشارك بشكل او باخر. التصرف اللي انت بتحسبه عادي جدا ممكن يتحول لحاجه مشينه او فضيحه في ثانيه واحده. المشكله ان في ناس كتير جدا بتتصرف براحتها قوي في كل الاماكن، فاكره ان هي في خلوه زي الحمام كده. انا تمام، انا محدش شايفني. تضحك، هزار مش في مكانه، بتقرب زياده من الناس مع بعضها حتى لو بينهم رابط رسمي، بتعمل حركات مش محسوبه، واللي اللي بتعدل هدومها، واللي بيعدل هدومه، واللي بيعمل مش عارف ايه والكلام ده كله، وبينسوا نفسهم خالص، ومش متخيلين ان في كاميرات بتشوف الكلام ده وبتسجل الكلام ده من مبدأ محدش شايف. الكاميرا شايفة والتسجيل ده موجود للأسف. طيب، أمثلة بتحصل كل يوم: موظف بيتكلم براحته زيادة شوية في الشغل، اتنين في جيم فاكرين نفسهم في أمان وعمالين يعملوا حاجات غريبة، هزار غير لائق في محل أو في حاجة، حركة صغيرة اتعملت في أسانسير أو حاجة زي كده، تصرف لحظة تهور، وبعدها تسجيل بيتشاف أو بيتبعت أو بيتسرب أو بيتشارك، وسمعة بتضيع، وموقف كله على بعضه بيتفهم غلط لأنه اتنقل بشكل غلط. مش بس انك بيتسجل لك والكلام ده، لا، الخطر دايما في ان التسجيل ده يقع في ايد غلط، يتاخد من غير اذنك، ودي اصلا جريمه قانونيه، يطلع بره سياقه او يستخدم ضدك باي شكل من الاشكال، واللي كان لحظه عدت كده عليك بيبقى اثر وبيقعد فتره وبيقعد سنين. خلي بالك، في قاعده ذهبيه في الموضوع ده: اتصرف دايما كان في كاميرا شغاله، انت بره البيت وانت موجود في اماكن عامه، فلو سمحت خد بالك من تصرفاتك وافعالك سواء ولد او بنت. التسجيل ده، الكاميرا دي شغاله، والتسجيل ده ممكن يتشاف في اي وقت، وفي ناس قاعده بتشوفك، فانت برضه ما تاخدش راحتك قوي كده. مش علشان بس فكره انك تخاف انك تتشاف او حاجه، وانا مش بعمل حاجه غلط، بس عشان على الاقل تحمي نفسك وتحمي خصوصيتك. نصايح بقى تحميك: التزم دايما بالحدود في اي مكان عام، افصل بين الخاص والعام، ما تعملش حاجه بتستحي ان انت تشوفها بعدين او حد يشوفك فيها. افتكر ان الكاميرات دي بتسجل مش بتنسى، وخليك محترم طول الوقت، وده امانك. كاميرات المراقبه دي مش مشكله لوحدها، مشكله اننا بننسى وجودها وبنتصرف بتهور، واللي فاهم العصر كويس قوي والتكنولوجيا اللي احنا وصلنا لها بيحمي نفسه مش بيختبر حظه. خلي بالك، اللي بيتسجل ده ممكن يتشارك، واللي يتشارك ده ممكن يدمر سمعه. وخليك واعي في اي مكان عام، لان الستر مش في الكاميرات، الستر في تصرفاتك انت وسلوكياتك انت. الكلام ده مهم وصله لغيرك، عشان لحظات التهور اللي هو بيعيشها او لحظات الراحه اللي هو بيعيشها في كل اماكن عامه ما تبقاش ندم عمره بعد كده. ربنا يحفظنا ويحفظكم جميعا، واشوفكم دايما على خير، والسلام عليكم.